بشرة بيضة وجذابة في ساعة واحدة بس. يعني مجرد ما تستخدم المادة السحرية دي خلال دقايق بسيطة هتلاقي بشرتك تبتدي تفتح وتبقى جميلة وتبقى زي نجوم السيما. طبعا الكلام ده اوعى تصدقه وما تخليش حد يضحك عليك. ليه بقى؟ لان في اليات معينة بتستخدم لتفتيح البشرة. الهدف الاول في علاجنا كاطباء جلدية وتجميل ان احنا نشيل الصبغة الزيادة اللي بدأت تتكون على جلدنا نتيجة التعرض للشمس او نتيجة عوامل مختلفة. حصل التهابات او احمرار في البشرة بعد كده سابت تصبغات او كان اثر قبل كده لحاجة معينة. كل ده علشان يتعالج في آلية معينة جسمنا بيشتغل بيها. يعني الموضوع مش هبهزرد ولا بيحصل كده وخلاص. فلازم تخلي بالك ان في ادوات معينة بتستخدم علشان تخلي البشرة بتاعتنا نضرة وجميلة. يعني مثلا ممكن تستخدم حقن الجلوتاثيون عشان تبتدي تفتح البشرة بتاعتك. ممكن تستخدم الديرمابين مع الميزوثيرابي عشان تدي نضارة وتغذي البشرة بتاعتك وتخليها جميلة. ممكن تستخدم الليزر عشان تشيل التصبغات الزيادة في البشرة بتاعتنا والكلف والوحمة وأي حاجة ممكن تضايق البشرة بتاعتنا. في تقنيات حديثة زي البلازما ممكن نستخدمها وحاجات كتيرة جدا هنعرفها مع بعض. كل اللي حضرتك تعمله ان انت تتابع الفيديوهات بتاعتنا واوعى تمشي ورا الوصفات والكلام اللي بيحاول ان هو يخدعك او يجذبك لحاجات معينة ملهاش اساس من الصحة. محدش هيخترع حاجة تخليك تفتح في دقيقة ولا كل الناس كانت عملت كده. الوصفات اللي بتتعمل دي معظمها وخصوصا الوصفة الثلاثية اللي بتتعمل بتجينا منها مشاكل كتيرة جدا نتيجة سوء الاستخدام. خليك مع الأطباء علشان تجيب نتائج ممتازة. ولو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليقات. شكرا جزيلا أصدقائي الأعزاء وإلى اللقاء.